يشرفني أن أسرد لكم نبذة مختصرة عن عمل فرعنا. فرع الشركة العامة لتصنيع الحبوب هو أحدى تشكيلات وزارة التجارة، يشرف ويتابع حسب العقد القانوني على المطاحن الأهلية وتشغيل المطاحن الحكومية، حيث يعمل لدينا مطاحن أهلية وهي رحاب النجف والإحسان وفيض القسيم بطاقة 200 طن في اليوم، ومطاحن النجف المحدودة وخيرات الحيدرية والتاج والعبد وأرض الخير بطاقة 150 طن في اليوم، ومطاحن الغري والأمير بطاقة 100 طن في اليوم و150 طن في اليوم. عمل فرعنا يبدأ مع استلام الحنطة من السايلو وإجراء عملية الفحص النوعي، ثم تفرغ في المطاحن وتغربل وتنظف وترطب وتطحن، ويصبح طحين خاضع لرقابتنا الشديدة والفحص النوعي من قبل مهندسين زراعيين أكفاء، إضافة إلى مهندسين وفنيين يقومون بتشغيل المطحنة الحكومية. وعملنا يختلف عن باقي فروع وزارة التجارة، حيث نعمل على مدار 24 ساعة. يتم نقل الطحين بواسطة شركة ناقلة وعلى حسابنا الخاص إلى محل الوكيل، ثم نقوم بمتابعة الوكيل من حيث نظافة المحل وتوافر الشروط الصحية والرقابية، ونقوم بفحص الطحين مختبريا ونقوم بفحصه كخبازة. إضافة إلى ذلك فرعنا يمنح إجازات ممارسة المهنة لأصحاب المخابز والأفران ويتابع عملهم ميدانيا. ذلك نقوم ببيع مئات الأطنان شهريا من مادة النخالة للمزايدين لدعم الثروة الحيوانية. عمل فرعنا في أوقات الحصار وفي الحروب، وكانت سياراتنا المحملة بالطحين تجوب الشوارع مع الجيش في تحرير مناطق أهلنا في الرمادي والموصل وصلاح الدين. وعملنا في أيام كورونا وتعرضنا لإصابات شديدة وفقدنا أحبة، ولم نتوقف لغرض توفير أهم مادة على مائدة العائلة العراقية ألا وهي الخبز. شكرنا وتقديرنا الكبير للسيد معالي وزير التجارة الأستاذ أثير الغريري المحترم الذي ساهم بشكل فعال في إنجاز هذه البناية. شكرنا وتقديرنا إلى جناب السيد مدير عام تصنيع الحبوب السيد خالد